كمان من حبكم في النادي الاهلي، العيله كلها معروفه اللي هي بتموت في النادي الاهلي الحمد طبعا لله، صح؟ ده من نعم ربنا علينا. هو ده كان سبب ان انتوا تجيبوا اكرامي في الافلام اللي انتوا بتحبوا قوي النادي؟ والله إكرامي جه بالصدفة في فيلم رجل فقد عقله ده. كان أعتقد سمير غانم هيعمل الدور ده، وجات له سفرية فاتزنقنا ولازم نخش. اقترح الأستاذ كمال كرايم مدير التصوير الله يرحمه، قال ما تيجوا تشوفوا الولد إكرام، وكان زملكاوي على فكرة كمال كرايم. بجد؟ فتعال رحنا وبتاع، لقيناه يصلح جدا. هو كان امتداد سكة أحمد رمزي، الولد الرياضي اللي فاتح صدر. فكنا عايزين نكسر حكاية إن أول مرة هيقف قدام كاميرا. هو اول مره خالص كان يقف في كان الفيلم في رجل فقد عقله. فبنبتدي نخرج نتغدى في النادي، تكسري الحكاية، تعالى نشوف مين بيصور، ندخله بلاتو ما يتخضش بتاع. بس هو كان حابب اصلا يدخل تمثيل طبعا. ولا انتوا اقنعتوه؟ لا ده اقنعناه طبعا، وبرضه السينما ليها بريق. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.